لزيارته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان كما تعلمون جميعا شهر الدعاء. من دعا في هذا الشهر الكريم في ليله في نهاره عند إفطاره عند سحوره ومضى عليه الشهر ولم يستجب له، متى ينتظر الإجابة؟ هذه العبارة مخيفة جدا، فإن الشقي من حرم غفران الله عز وجل في هذا الشهر العظيم. من لم يغفر له في شهر رمضان متى ينتظر؟ نعم، هناك استثناء، من شهد عرفة، ولعل المراد من ذهب إلى الحج. الصائم ضيف الله والحاج أيضا ضيف الله، هذا ضيف زماني وهذا ضيف مكاني. الحاج والصائم مشتركان في أنهما في ضيافة الله عز وجل، ولهذا نركز هذه الأيام على آداب الدعاء وكيف ندعو. الدعاء هذا كما يقال فن من الفنون، الإنسان الداعي عليه أن يعلم آداب الدعاء. أذكر لكم اليوم رواية جميلة، هذه الرواية بمثابة القاعدة، تعلموا من أئمة أهل البيت. زيارتهم نعم شرف عظيم، ولكن القرآن الكريم يقول ولكم في رسول الله أسوة. أن تأتي لزيارة الحسين فقط وترجع وأنت لم يتغير حالك. الزيارة فيها ثواب، ولكن ما الجديد في حياتك؟ إحدى الأخوات اشتكت علي قبل أيام على زوجها، حسب كلامها زوج ظالم ظلما بليغا، يقول مع الأسف يظهر حبه لأهل البيت، ذكر أهل البيت على لسانه، ولعله كثير الزيارة لمشاهدهم، ولكن ليس له شيء من أخلاق أهل البيت. هذه المرأة نصحناها، لو لم ننصحها لعلها خرجت من طريق أهل البيت. يقول إذا كان هذا الموالي فإذا ماذا نقول؟ إذا كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. بعد هذه المقدمة القصيرة، الرواية في بالي عن الإمام الصادق عليه السلام، الآن كلهم نور واحد. يقول كان أبي إذا طلب الحاجة، أئمتنا على رأس المحتاجين، نعم على رأس العباد المتضرعين بين يدي الله عز وجل. خلوات أمير المؤمنين، غشوات أمير المؤمنين معروفة. الآن ماذا كان يعمل الإمام؟ إذا الرواية عن الإمام الصادق يعني الإمام الباقر هكذا يعمل. إذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمس. ذكرنا الأمس ساعات الاستجابة، المطر، الرياح، قطرة دم من شهيد، نعم، ساعة السحر في الوتر بين الطلوعين، من خطبة الخطيب إلى قيامه للصلاة. ذكرنا مواطن الاستجابة، ومنها عند زوال الشمس. الآن بحث، لماذا الصلاة الوسطى هي المهمة، مفسرة بصلاة الظهرين؟